عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ ايش اخباركم؟ طيبين؟ معكم عبد الله، واليوم رجعت لكم بحلقة جديدة. حبايب قلبي، قبل ما ابدا اتمنى كلكم تروحون تتابعون حسابي في السناب شات. انا في السناب شات ما كنت انزل زمان، ما كنت انزل فيه، بس الان راجع ان شاء الله وبنزل في السناب شات. حسابي في السناب شات اللي هو الاميدرال 55. بتحصلون رابط حسابي في السناب شات تحت في الديسكربشن. اتمنى منكم كلكم تجون تتابعوني في السناب شات ان شاء الله يا رب. حلقة اليوم هي بيت الضيوف او منزل الضيوف. يا اخي احنا عندنا في البيت حقنا المشكلة اللي نعاني منها صراحة، عندنا في البيت الله يكرمكم 3 حمامات. اوكي، هذه الله يكرمكم هذه اول مشكله، حمام واحد مفتوح، العائله تصف سرة على هذا ايش الحمام. طيب سؤالكم اللي بتسالوني اياه الحين، ليش الحمامين هذوليك مغلقين؟ هل هي انهم خربانين؟ هل هم يحتاج لهم صيانه او شيء؟ اجاوب لك الان، اجاوب لك يا صديقي انه الحمامين اللي راحت اللي مغلقه انه ما فيها مشاكل. ايوه ما فيها مشاكل. الحمامين المغلقه ما في مشاكل، تشتغل تصب المويه، في سيفون ينسحب، الله يكرمكم نشافه الشفاطه، كل شيء سليم. بس المشكله انه الحمامين مقفوله. هذه ليش؟ مقفوله للضيوف، ضيوف ناس يجون، الحمامين هذه لهم. اوكي ما في مشكله، العائله كلها لحمام واحد، حمامين ما حد يطبها ولا حد يفكها ولا حد يلمسها لانها حقت ضيوف. عيب الضيوف يا اخي يجون ايش اسمها الحمامين هذه يلاقونها وسخه، عيب. يعني عادي عيب انك تجيك مغص في بطنك تبغى تروح الحمام تحصل طابور عليه، اخوك قبلك والله ما تعبت انا عندي مغص من قبلك، طيب انا جاني المغص قبل، لا والله ما في كلنا على حمام واحد عشان الضيوف. اوكي الشيء الثاني، لما اجي بشرب فنجال، لما تجي تبى تشرب فنجال، لما انا بجي اشرب فنجال مثلا شاهي، اوكي فنجال الشاي يصبون لنا طبعا كل الفناجيل موجوده في الشاهي مصدعه، يعني الفنجال مصدع، يعني في صدع كذا مصدع، يعني مو مصدع راسه، ما عنده راس الفنجال، مصدع هو كذا مكسر، وصبوا لك الفنجال يصبوا لك الشاهي في الفنجال، يقول لك هاي اشرب، بس انت لا ينفجر في وجهك انه مصدع فنجال. طيب ملاعق يا رجل، ملاعق لما تجي تاكل تحصل في ملعقه اكلها النار، ليش؟ انهم يشيلون فيها احيانا الجمر، عرفت؟ الجمر هذه ينشل كذا ويصير مايله كذا، تصير ملعقه كذا، عرفت؟ يعني خلاص كذا ماتت الملعقه ناكل فيها. طيب اوكي في ملاعق برضه تحصل فيها صدى من الجنب، تاكل تحاول انك ايش؟ يعني اهلك يقول لك لا انتبه من الصدى، كل من اللي قبل الصدى. طيب اهلي في ملاعق جديده انا جايبها اشتريتوها اول للضيوف. طيب لما يجوني انا اصحابي في البيت ادخلهم البيت واقول لهم لامي يجيبوا لنا كاسات والعصيرات للاصحاب ونعطيهم، اوكي يجون اصحابي يستنون العصيرات، تقول شوي بس يجيكم العصير، كاسات برضه مصدعه. طيب يا اهلي هذول ضيوفي، قالوا لا هذول ما هم ضيوف، هذه للضيوف، عرفت؟ في ضيوف وفي ضيوف، عرفت؟ اوكي طيب الكنبه اللي في الصاله، انا متوقع ان هذا الشيء حاصل حتى عندكم انتم، الكنبه اللي في الصاله او في المجلس او في غرفه الحريم، اوكي تحصلون اهلك يغطون فوق الكنب شيء شراشف او حاجه. طبعا احنا طبعا اهلي مغطين الكنب حقنا اللي في الصاله بالستاره القديمه حقتنا اللي قبل كم سنه، والستاره هذه بالخشن، يعني خشن، شو كيف اشرح؟ يعني ملمسها خشن، فتجلس يدك جاني حساسيه هنا وجاني حساسيه هنا. ليش يا اهلي ما نفك الشراشف هذه ونجلس على الكنب اللي اشتريناه الناعم؟ يقولون لا للضيوف، ما في مشكله، مو للضيوف، الضيوف لانه في ضيوف وفي ضيوف. اوكي طبعا بقول لكم شيء، يعلم الله انه في السنه ما يجينا الا ضيف واحد ولا ضيفين، ناكل ملاعق مسوسه، ملاعق مصديه، فناجين مصدعه. طيب ناخذ فنازين الجديده هذيك اللي اشتريناها، يقولون لا ما في ضيف، ما حتى لو جاء ضيف بيجي واحد في السنه، 2 في السنه بس. كل العائله مجتمعون فين؟ كل العائله مجتمعين طول عمر السلامه في غرفه الصاله، وباقي المجلس قسموه للضيوف، ضيوف، وما شفنا الضيوف ذول الا مره في السنه، مرتين في السنه. ليش يا اخي؟ افتحوا لنا المجالس، افتحوا لنا الغرف نجلس فيها، افتحوا لنا جيبوا لنا ملاعق، حتى ملاعقنا قديمه اهلا وسهلا مصديه صح، في ملاعق جديده بقراطيس على الضيوف، كل شيء للضيوف. الحين مثلا الحرمه لما تتصل على امي، اوكي يا ام فهد انا بجيك ان شاء الله اليوم، ليش الحرمه هذه اتصلت اصلا؟ عشان تقول رتبوا البيت الوسخه، او اذا كان بيتكم رتبوه انا بجي. طيب ليش ما تجين وتشوفين البيت عادي؟ يعني هنا تشوفين شرشف، هنا كوره، هناك واحد مفقوع راسه، عادي تعالي زي كذا. العموم شباب هذا مقطع بسيط حبيت اتكلم فيه عن بيت الضيوف. طبعا بيتنا اللي احنا ساكنين فيه مو بيتنا، بيت ضيوف، اوكي؟
حتى المقطع عجبكم حبيب قلبي، اذا تقدر تنشر المقطع اتمنى انك تنشره، ربي يسعدك ويسعدني معاكم امين رب. واذا انت ما مشترك في القناه اشترك في القناه، ربي يسعدك ويسعدني معاكم. لا تنسون اللايك والمفضله. حبيت اشكركم في المقطع اللي قبل الاخير، وصلتوني لايكات كثير مره، قربنا نوصل 50,000 لايك. هذا المقطع كم تقدرون توصلون لايك؟ الجواب عندكم. حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام والسناب شات، وتحصلون تحت في الديسكربشن. تكفون حبيب قلبي، نبي لايكات كثير. كان معكم عبد الله، انتظرونا في الأيام الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.